على الرغم من المظاهرات المناهضة لحكومته، أبقى رجب طيب أردوغان على جولته الدبلوماسية في المغرب العربي، مقللا من شأن الحراك الشعبي غير المسبوق ضد سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يتحدث عن المتظاهرين قائلا: هؤلاء الأشخاص هم على صلة مع أجهزة استخبارات أجنبية، ولا نريد ذكر أسماء. التحقيقات في القضية مستمرة، وإن لزم الأمر فسوف نواجه من يقف خلف هذه الفوضى، ونحن عازمون على محاسبة من يعبث بأمن بلادنا. المظاهرات كانت قد بدأت منذ 4 أيام في تركيا احتجاجا على مشروع عقاري يتضمن هدم حديقة وسط اسطنبول، تحولت إلى حركة احتجاج واسعة، كما يتهم المتظاهرون أردوغان بالسعي إلى تحويل البلاد إلى إمارة إسلامية.